انعم حته لحمه في الخروف. ناس كتير بتسال هو هو ايه السبب انه يبقى انعم حته، او ايه سر نعوميه عرق الفيليتو؟ طبعا عرق الفيليتو من العضلات الثابته، يعني مش متحرك زي الموزه، زي الكتف، زي الفخده، ديت الحاجات المتحركه، الرقبه، الحاجات دي عروق وعضلات متحركه في جسم الذبيحه. عرقين الفيليتو عرقين داخليين، يعني العرق ده داخلي، فحراره الجسم ومسخنه ويعتبر مسويه زي ما بنقول كده بالبلدي، عرق مستوي عشان هو عرق داخلي في الحراره بتاع الجسم، البطن الداخليه، وفي نفس الوقت ثابت مش متحرك، ما بيتحركش. زي مثلا الكتف، الرجل مثلا، الكتفين، الفخدتين بيتحرك، العجل بيقوم، بيقعد، بيعمل، بيمشي، بيجري. تحرك العضلات دي بيقسيها شويه، غير العضلات الداخليه بتبقى ناعمه. تعالى بقى نعرفك عرقين الفيليتو دول. يعتبر من افضل ربع كيلو في الخروف كله. الخروف كله ما بيبقاش فيها الا ربع كيلو. بيبقى مكانهم فين؟ في منطقه بيت الكلاوي تحت الكلوتين. يعني اول ما تشيل السره هتلاقي دهن الكلاوي الكلوتين، هتلاقي العرقين تحت منهم، ما بين اول ريشه بالنسبه للريش وفي الفخده. بيبقى عرق الفيليتو ده على العمود الفقري بالظبط. ده الشكل بتاعه. العرقين بيبقى على العمود الفقري في منطقه القطنيه او منطقه بيت الكلاوي او الانتركوت او الروزبيف، بس من الداخل. دي بالنسبه لعرق الفيليتو. تعال ديت من قطعيات الضاني اهو. قطعيات الضاني اللحمه الحمراء بيبقى عليه سمين، ممكن انت تشيله لو انت حابب ان انت تاكل عرق الفيليتو احمر خالص. بتشيل السمين بتاعه، بتشيل الجراب بتاعه، بتاخده كده سولو نضيف احمر مليون المية زي ما انت شايف. الناس اللي بتحب السمونيه او بتحب الضاني يبقى فيه نسبه سمونيه عشان تنعم اكتر وتدي تيست وطعم احسن، سيبه بدهنه زي ما هو. تعال وانت بتشيل دهن الكلاوي ده بقى هترجع ليك. وانت بتشيل دهن الكلاوي لازم تسيب حته دهنايه خفيفه حوالين العين. احنا طبعا شايلين الدهن خالص، وبنشيل الجراب بتاعه كمان، عشان معظم الناس اللي بتيجي تطلب تحب الضاني الاحمر وتطلب عرق الفيليتو عايزينه احمر. بص شكل العرق. طبعا في ناس كتير بتقول احنا سميناه كذا مسمى، قلنا عليه مرسيدس، وناس بتقول عليه لامبورجيني. طبعا في ناس زعلانه، الحاج ياسر يونس زعلان ان احنا بنقول عليه مرسيدس، قال غير بقى، احنا هنقول عليه عرق فليتو حاج ياسر عشان انت ما تزعلش. طبعا انت هتقول لي عرفت الخبر ده منين؟ اهو ابن اختك هو اللي ارشد عنك. احلى مسا عليك يا خال. تعالى بص العرق ده بقى تتعامل معاه ازاي. بتشيل الجراب ده اهو، لو انت عايزه بالسمين بتاعه سيب دي، وبتشيل العرق اللي العصب بتاعه ده كده على الخفيف كده، تمام. وبعد ما تشيل العرق ده تقوم مشرحه كده بس. مش ده الحاج حسن صاحب المكان. مساء الخير، منورنا. بس كده.